السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غيتم فيه تصحيح الفرد الأول في مادة الرياضيات النموذج الثالث بالنسبة للأسدس الثاني. إذا على بركة الله غادي نبداو بأول تمرين. أول سؤال: اكتشف الخطأ وأصححه. هنايا عطيني العملية 7135 قسمة 310، عطينا في الخارج 23 وفي الباقي 25. حنا خصنا نتاكدوا واش العمليه صحيحه ولا خطا. اذا كما كتشوفوا معايا هذه هي العمليه اللي عطيناهما، حنا غادي نديروا تصحيح وغادي نشوفوا فين عندنا الخطا. اذا 7135 قسمة 310. اولا عندي ثلاثه ارقام، ناخذ ثلاثة أرقام. إذا 713 قسمة 310 تقريبا فيها 2، لأن هنا صحيح 2 في 310 تعطيني 620. صحيح، إذا حتى هما عندهم صحيح. من بعد غادي نبدا الحساب ديالي 3 ناقص 0 3، 1 ناقص 2 لا يمكن. إذا 11 ناقص 2 9، وهنا 7 ناقص 7 0. حسن جدا. من بعد غادي ننزلوا الرقم 5 وهما هنايا ننزلوا الرقم 3. اذا هذا هو الخطا الاول. نعم، اذا عندنا 935 قسمة 310 تقريبا 3. نعم، 3 في 310 هي 930، لان 3 في 0 0، 3 في 1 3، 3 في 3 9. حسن جدا. إذا هذا الخطأ الثاني تكون هنا 3. من بعد غادي نحسبوا الحساب ديالنا 5 ناقص 0 5، 3 ناقص 3 0، 9 ناقص 9 0. إذا الخارج صحيح ولكن الباقي خطأ. إذا الخارج ديالنا هو 23 والباقي هو 5. نتمنى يكون مفهوم. ندوزو السؤال الثاني: أضع وأنجز 8415 قسمة 33. إذا كما كتشوفوا معايا هنايا عندي 8415 قسمة 33. عندي هنا جوج أرقام، ناخذ جوج أرقام، نكتفي رقمين. إذا 84 قسمة 33 تقريبا 2، لأن 2 في 3 6، 2 في 3 6. إلا درت 3 في 33 غيعطيني عدد أكبر من 84. إذا هنايا غنكتفي ب2. 2 في 33 66، ندير الناقص. إذا 4 ناقص 6 لا يمكن. إذا 14 ناقص 6 8. نكتبو هنا 8 وهنا نردو السالب. إذا 8 ناقص 7 1، وننزلوا الرقم 1. إذا 181 قسمة 33 تقريبا 5. إذا 5 في 3 15، 5 في 3 15 و1 16. حسن جدا. من عملية الطرح. إذا 1 ناقص 5 لا يمكن. إذا 11 ناقص 5 6، هنا نردو السالب. 8 ناقص 7 1، وهنا 0. حسن جدا. غنزلو باقي الأرقام اللي هما عندي هنايا 5. إذا 105 هو 60 قسمة 33 5. حسن جدا، لأن 5 في 33 165. إذا الباقي ديالي 5 ناقص 5 0 0 0. الخارج مضبوط. très bien. إذا ندوزو التمرين الثالث، عبارة عن مسألة: ينتج معمل 9500 علبة شاي من فئة 250 جرام في الساعة، ويتم وضع هذه العلب في صناديق يتسع كل صندوق منها ل 25 علبة شاي. كم عدد الصناديق التي سنحتاجها للكمية التي يتم إنتاجها في ساعة واحدة؟ إذا أولا نفهموا المسألة ديالنا. هذا معمل كينتج 9500 علبة شاي، علبة ديال الشاي. هاد العلبة ديال الشاي كتوزن 250 غرام. هاد العدد هذا ما سوقناش فيه، الوزن ما عنده حتى شي حاجه، ما عنده حتى شي دخل. اذا هاد 9500 علبه كينتجوها في الساعه.
قال لك بان هذوك العلب كيتم وضعهم في صناديق، كل صندوق كيهز 25 علبه. السؤال هو شنو هو العدد ولا كم عدد الصناديق اللي غادي نحتاجوها، الكميه اللي كنتجوها في الساعه، اللي هي الكميه اللي كنتجوها في الساعه هي 9500 علبه. اذا ايش من عمليه غنديروا عمليه قسمه، نديروا 9500 نقسموها على 25 باش نعرفوا عدد الصناديق. تري بيان. اذا العمليه اللي غنديروا هي 9500 قسمه 25 غتعطيني 380. اذا عدد الصناديق هو 380 صندوق. حسن جدا. نتمنى يكون مفهوم. ندوزو دابا للتمرين الثاني. ان terrain rectangulaire a pour longueur 23 cm et 13 cm de largeur. دونك عندي واحد التيران على شكل مستطيل، الطول ديالو 23 سنتيمتر والعرض ديالو 13 سنتيمتر. تري بيان. السؤال الاول quelle est la largeur réelle de ce terrain. deuxième question quelle est la longueur réelle de ce terrain. وما تنساوش عطينا ليشيل اللي هو السلم اللي هو 1/500. تري بيان. ردوا البال مع المعطيات. دونك في السؤال الاول طالبين منا نحسبوا العرض الحقيقي ديال هاد التيران، والسؤال الثاني نحسبوا الطول الحقيقي ديال هاد التيران، لحقاش الطول اللي هو 23 سنتيمتر والعرض اللي هو 13 سنتيمتر غير على تصميم. اما ميمكنش نلقاو حنا تيران فيه في الطول 23 سنتيمتر، تيران كيكون بالمتر. تري بيان. دونك هنايا الطريقه اللي غادي نديرو الا وهي عمليه حسابيه اللي هي كنتبعوا القاعده. عندي كما كتشوفوا معايا هنايا عندي المسافه الحقيقيه هي تساوي مسافه على تصميم. في الاصل هي دايره قسمه السلم، ولكن باش نسهل عليكم انا القضيه نقول لكم ضرب مقام السلم. هتقولوا لي دوختينا الا قسمتي على 1/500، هانتوما قسمتي على 1/500 اللي هو السلم، راه بحال الا ضربتي في المقام ديال السلم. شنو هو المقام ديال السلم؟ هو 500. نتمنى يكون مفهوم. دونك التطبيق العددي، المسافه الحقيقيه هي اللي غنقلبوا عليها. اذا غنحسبوا حساب ولا بالفرنسي حيت هما التمرين هذا بالفرنسي. دونك لا لارجور réelle de ce terrain. اش غنديرو؟ المسافه الحقيقيه ياك دونك ايغال المسافه على التصميم. شحال عطينا في العرض؟ عطينا 13 سنتيمتر ضرب مقام السلم. شنو هو مقام السلم؟ هو 500. اذا غيعطيني شحال تقريبا 13 في تعطيني سنتيمتر، تعطيني 6500 سنتيمتر. دونك هذا هو القياس ديال اللارجور، العرض الحقيقي ديال داك التيران. بالنسبه لا لونغور réelle de ce terrain égal شحال عندنا في على التصميم هنا 23. دونك نفس الحاجه نضربوها في 500 غتعطيني. دونك غادي تعطيني تقريبا 500 سنتيمتر، تعطيني 11500 سنتيمتر. الا بغيتو تحولوا للمتر سي بوسيبل، غتعطيك 65 متر وهنا تعطيك 115 متر. اوكي. دابا نقدروا نقولوا بان هاد القيمه هادي دي حقيقيه، ماشي لانها كبيره 65 متر وهذه 115 متر. الا بغيتو تخليوها بالسنتيمتر تقدروا تخليوها بالسنتيمتر. دونك نتمنى يكون مفهوم. غادي ندوزو للتمرين الموالي. تمثل البيانات التالية إحصائيات المتعلمات والمتعلمين لنتائج الأسدوس الأول من السنة الدراسية 2020-2021. الحاصلين على ميزة مقبول 33 متعلم، حاصلين على ميزة مستحسن 28 متعلم، على ميزة حسن 17 متعلم، على ميزة حسن جدا 11 متعلم.
اذا امثل بقطاع دائري النسب المئويه لكل ميزه. اذا اول حاجه غادي نديرها هي انني غادي نحسب المجموع ديال المتعلمين. عندي 33 متعلم ميزه مقبول، هنا 28 متعلم ميزه مستحسن، هنا 17 متعلم ميزه حسن، وهنا 11 متعلم ميزه حسن جدا. اذا المجموع ديالهم شحال غادي يعطيني 89 متعلم. حسن جدا. اذا هذا هو التوتال، هذا هو المجموع. تري بيان. هذا المجموع هذا اش كيمثل لي 100%، كيمثل لي 100% ديالهم. اذا انا شنو مطلوب مني هنايا؟ مطلوب مني انني نحسب هاد العدد بالنسبه المئويه، يعني شحال كيمثل لي بالنسبه المئويه. اشنو غندير؟ طريقه سهله. اذا النسبه المئويه شنو هي الجزء ضرب 100 قسمة الكل. شنو هو الكل عندنا هنايا؟ شكون هو المجموع ديالهم؟ هو 89 ياك. شنو هو الجزء؟ مثلا نحسب النسبه المئويه ديال 33، هذا هو الجزء 33 ونضربها في 100. الجزء من الكل، جزء من الكل شويه من بزاف، نتمنى يكون مفهوم. دونك غنحسبوا 33% هي 300 عفوا 3300 قسمة 89 غتعطيني تقريبا 37.07%. يعني تقدروا ديروا 37%. اوكي ياك. من بعد نفس الطريقه نحسبوا بها جميع الاعداد. كذلك 28 ضرب 100 قسمة 89 غتعطيني تقريبا 31.46%. هنايا عاوتاني 17 ضرب 100 على 89 تساوي النسبة هي 12.35%. هنا عاوتاني 11 ضرب 100 على الكل غتعطيني 19.1%. تقدروا تخليو اعداد بدون فاصله، لانه باش تربحوا الوقت من ناحيه نتوما اللي كتحسبوا. تري بيان. اذا هنا حددت النسب المئويه. مزيان حتى لهنا مزيان. حددت النسبه ديال الاولين، الثانيين، الثالثين، الرابعين. تري بيان. اذا الا جمعتي هاد النسب تقريبا غيعطيوك تقريبا 100%، لانه كاينه الفاصله. دونك تقريبا 100%، ما غيعطيوكش 100% يعني ديريكتومون، ولكن غيعطيوك تقريبا بحال مثلا 89.5. المهم قريبه ل 100. كتحسب صحيح غير للتذكير فقط. اذا السؤال اللي اصلا مطلوب منا هو امثل بقطاع دائري النسب المئويه لكل ميزه. ها انت عندي 37% خصني نديرها في الدائره ديالي. عندي 31% نمثلها، 12% نمثلها، 19% نمثلها، اكسيتيرا. تنمثل هاد الربعه كاملين. الطريقه باش غنمثلوها ما غاديش نجيو نمثل لكم عشوائيا، وانما خصنا نحترموا القاعده. افون خصني نرسم واحد الدائره ونرجع لكم. اذا انا رسمت الدائره ديالي ياكم. من بعد هاد النسب المئويه غادي نجي نمثلهم في الدائره. فاش غادي نجي نمثلهم في الدائره ما غاديش نجي نكتب عشوائيا، وانما خصني واحد القاعده اللي هي كتعرفوا المجموع ديال الزوايا. يعني الدائره كم تساوي 360 درجه. تري بيان. اذا هذه كقاعده باش انك تحول من نسبه مئويه لدرجه. اشنو غدير؟ غتهز ديك النسبه المئويه غتضربها في 3.6. 3.6 جات من 360 درجه، حتى هنا غادي يضرب في 3.6، هنا غتضرب في 3.6، وهنا غتضرب في 3.6. من بعد غيعطيك العدد بالدرجات. يعني هاد النسبه المئويه شحال كتمثل بالدرجه. الدرجات يعني باش نرسم بالنسبه الدائره ديالي في هاد الدائره. تري بيان. دونك 37.07 غتعطيني تقريبا 133.4 درجه. هنا غادي تعطيني 113.4 كذلك درجه، 46 تقريبا. هنا غادي تعطيني 44.46 درجة، وهنا غادي تعطيني 68.76 درجة. ما كيهمونيش الفواصل
كما ديجا قلت لكم تقدروا تحبسوا ملي تقربوا الفاصله، حبسوا العدد 113 تقدروا تخليوها 113 درجه، 133 هنا 44 ديروا مثلا 45 سي بوسيبل. هنا 68.76 قريبه 69 تقدروا ديروها سي بوسيبل. اوكي، لحقاش هنا عندنا الفاصله ما يمكنش نبقاو غاديين بالعدد تنكتبوه كامل. ابخي غادي نمثل 133 درجه ديالي، هانتا هذا هو النصف دائره ياك، غنحط المركز هنا 133 درجه. هانتوما من الزيرو فين هي 130 133 هنا تقريبا. عفوا خصني نحبسها. دونك هادي كتمثل 37.07%. 8 يكون مفهوم. هنا 113 غادي ناخذ عاوتاني، ما غاديش نكملوا على هنا ما ناخذوا مركز اخر 113. اذا عندي الزيرو 110 113 تقريبا هنا. مئة لا هنا اش كتمثل لينا؟ كتمثل 31.46%. من بعد النسبه الثالثه اللي هي 12.35 الدرجه 44، نقدروا نديروا 45 درجه بحال هكا، 45 درجه. هانتوما ها الزيرو ها 40 ها 45 تقريبا تجيني هنا. دونك هذه كتمثل لينا 12.35%. 19.1 كتمثل لينا 68. دونك تقريبا تجينا هادي 68 كثر كاع وصل كاع حتى 70، نمثلوها 19.1%. اذا نتمنى الطريقه تكون مفهومه. والصراحه هاد التمرين هذا كان في واحد السنه تقريبا دابا شي 3 سنين. داكشي علاش الا باقي ما درتوش هاد الدرس ولا ما ركزوش لكم عليه هاد العام بالنسبه للمنهج ديال هاد العام سنه 2024 تقدروا ما تركزوش عليه بزاف وما يدوخكمش، لان هاد الدرس هذا الا باقي ما قريتوش ولا ما عندكمش في المقرر الدراسي ما كاينلاش تبرز به راسك، لان المقرر تبدل. دونك هذه كفكره باش ما تدوخوش. دونك ندوزو للتمرين الموالي. اذا عندنا في التمرين الثالث اول سؤال: استخدم جدول التحويلات لاتمام ما يلي. اذا اول قياس هو 2 كيلومتر أس 3، كم تساوي بالديكامتر أس 3؟ عندنا القياس الثاني هو 9 متر أس 3 37 ديسيمتر أس 3، كم تساوي بالديكامتر كوب. تري بيان. اذا اول حاجه غادي نديرها هي انني غنستحضر جدول التحويلات ديالي ياك. عندي القياس الاول هو 2 كيلومتر كوب، سنحولوه للديكامتر كوب. تري بيان. فين هي الكيلومتر؟ هي هذه، دونك غنكتب فيها 2، ما نكتبش هنا ولا هنا، غنكتب هنا. تري بيان. علاش غادي نحول للديكامتر؟ اذا هنا لا فان ديال الوحده نزيد الاصفار طبعا. اذا شحال غتولي عندي؟ غتولي عندي 2,000,000 ديكامتر كوب. تري بيان. اذا القياس الثاني عندي 9 متر كوب. فين هي عندي متر كوب؟ هي هذه، كتبت فيها الرقم 9 ياكو. وعندي 37 ديسيمتر كوب، ها هي 37. اذا العدد ديالي نقدروا نحولوا للديسيمتر، نزيدوا هنا واحد صفر، غتولي عندي العدد المجموع ديال العدد هو 9037 ديسيمتر كوب. خصنا نحولوه لاش؟ نحولوا هذا العدد كامل نحولوه للديكامتر كوب. دونك هنا غادي نديرو 0 فاصله ونعمرو هنايا بالاصفار. تري بيان. اذا كما كتشوفوا معايا هنايا، اذا 2 كيلومتر كوب غتعطينا 2,000,000 ديكامتر كوب، و 9 متر كوب 37 ديسيمتر كوب غتعطينا 0.009037 ديكامتر كوب. تري بيان. اذا ندوزو للسؤال الثاني، عباره عن مساله: سعه خزان للماء هي
25,000 سنتيمتر كوب. نريد أن نملأ 2/3 من قياس سعته. اشنو كيعني لينا هنايا؟ دونك السعه ديال الخزان ديال الماء هو 25 سنتيمتر كوب. حنا شحال بغينا نعمرو غير 2/3 من هذيك السعه. كيفاش 2/3؟ ما يخلعكمش وليداتي اعداد الكسريه، ما يخلعوكمش، راك هما كوم دي نومبر، يعني بحال الاعداد العاديه. دونك هذاك 2/3 شنو كتعني بان هذاك 25,000 سنتيمتر كوب غضربها في 2 وتقسمها على 3. يعني هذاك هو القياس ديال الماء اللي باغي نملأ به انا داك الخزان. مفهوم؟ دونك هنايا اول حاجه غنديرها باش نعرف شحال كتقدر ديك السعه ولا هذيك النسبه ديال الماء اللي غادي نعمر بها داك الخزان. غنهز ديك 25,000 سنتيمتر كوب غنضربها في 2 ونقسم على 3. شنو هي 2/3؟ يعني غنضربها في 2 ومن بعد داكشي اللي خرج ليا غنقسمو على 3. اذا 25,000 سنتيمتر كوب غنضربها في 2 ياك ونقسمها على 3. هانتوما غتعطيني تقريبا هذا العدد هذا اللي هو 16,666.67 سنتيمتر كوب. تري بيان. هذا العدد هذا شنو هو؟ ولا هاد السعه هذه شنو هي السعه اللي باغي انا نعمرها في ديك الخزان حنا شحال كيهز؟ قلنا كيهز 25,000 وانا شحال باغي نعمر غير 2/3. شنو هي 2/3؟ هي 16,666.67 سنتيمتر كوب. تري بيان. نكملوا السؤال ديالنا. فكم عدد اللترات التي سنحتاجها؟ كيفاش؟ شنو هو العدد ديال اللترات اللي غادي نحتاجوها باش نعمرو داك الخزان؟ يعني شنو بغى يقول لك هنا بطريقه غير مباشره؟ بغى يقول لك هذيك 2/3 ولا هذيك السعه اللي كتساوي 2 القياس ديال داك الخزان 2/3 شحال كتساوي ديال اللترات. انا هنايا حسبت داك 2/3 شحال كتساوي ليا بالسنتيمتر كوب، وهما طالبين مني كم لتر. اذا شنو ندير لهذا الشيء؟ غادي نحولو للتر. صافي سي بون. دونك فاش غادي نحولو للتر غادي يعطيني 16.66. تقدروا ديروا ديريكتومون 16 لتر. اذا هذا هو الجواب. يعني تقريبا 16 لتر اللي غادي نعمرو حنايا من داك الخزان اللي السعه ديالو 25,000 وحنا باغيين نعمرو غير 2/3. دونك كتساوي لينا 16 لتر تقريبا. نتمنى يكون مفهوم. ندوزو للتمرين الرابع. وضعت فاطمة مبلغا قدره 187,000 سنتيم في بنك بسعر 14% لمدة سنة. احسب الفائدة السنوية. دابا هما هنايا عطيني المعلومات اللي عطيني السعر اللي هي 14% وعطيني رأس مال تري بيان اللي هو 187,000 سنتيم. شنو طالبين منا نحسبوا؟ الفائدة. كما ديجا شرحت في الفيديوهات اللي قبل غنعاود نقول لكم الطريقه. اول حاجه وليداتي كما كتشوفوا هنايا، اسمحوا لي، عندي راس مال بحال هكا، راس مال ياك. الفوق كاينه 100، هنا كاينه السعر، وهنا كاينه الفائده السنويه. تري بيان. انا علاش كنقلب على الفائده السنويه؟ فين هي هاتي ياك. اشنو كندير هذاك اللي قبالته اللي هو راس المال ضرب السعر قسمه 100. سهله. دونك شنو هي العمليه اللي غندير 187,000، عفوا واحد الصفر هنا، ضرب السعر اللي هي 14% ونقسمو على 100. شحال غتعطيني؟ تقريبا 26,180 سنتيم. تري بيان. اذا هذا هو ولا هي الفائده السنويه. حسن جدا. الكماله ديال السؤال، احسب راس مال بعد مرور سنه. شنو بغاو يقولوا لك هنا؟ يعني الراس مال ديال فاطمه من بعد
ما حصلت على هذه الفائده السنويه. حيت شنو هي الفائده السنويه؟ هي بحال بورفوار، يعني داكشي اللي كيتزاد ليك. اوكي. دونك الراس مال بعد مرور سنه شنو غنديرو الراس مال اللي حطات، دونك اللي كيتقدر ب 187 الف سنتيم، وغنزيدو عليه الفائده السنويه اللي تزادت ليها. مفهوم؟ دونك هنايا اشنو غنديرو 187 ألف سنتيم زائد 26 و180 ألف سنتيم، غيعطيني تقريبا 213 و180 ألف سنتيم، 213 ألف عفوا و180 سنتيم. نتمنى يكون مفهوم. ندوزو للأخير سؤال. جو كالكول لا ماس دو مورسو دو ميتال. عطي واحد الاسطوانه كيما كتشوفوا معايا، عطينا لا ماس فولوميك ديالها، يعني الكتله الحجميه هي 10.5 غرام سور ولا بار سنتيمتر كوب، وعطينا الفوليوم اللي هو الحجم 200 سنتيمتر كوب. اشنو طالبين منا؟ نكالكوليو نحسبوا لا ماس اللي هي الكتله. تري بيان. اذا الكتله اللي غادي نحسب شنو غندير؟ نتوما كتعرفوا الكتله الحجميه شنو هي الكتله على الحجم. ام على في شحال كتساوي لينا؟ شحال خرجت لهم 10.5. هادشي اللي عطينا لا ماس فولوميك اللي هي الكتله الحجميه عندنا في المعطيات هي 10.5. اذا انا علاش كنقلب على لا ماس على الكتله؟ شنو هي الكتله؟ هي الحجم ضرب لا ماس فولوميك ام في. تري بيان. تطبيق عددي. اذا كما كتشوفوا معايا هنايا، اذا الحجم شنو هو 200 ضرب لا ماس فولوميك اللي هي 10.5 غادي تعطيني تقريبا 2100 غرام. تري بيان. دونك لا ماس هي 2100 غرام. دونك نتمنى يكون مفهوم، نتمنى نكون شرحت لكم مزيان هذا الفرض هذا، وتكونوا استفدتوا من افكار جديده. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، وما تنساوش تابوناو باش يوصلكم ديما جديد.